وين من رحنا مع بعضنا، يعني طلعنا جرابلس طلعوا معي، جينا من جرابلس على حيرم اجوا معي، راحوا ما اخذوني معهم. الحمد لله. ايش بدي اسوي؟ الحمد لله. أنا اسمي حسين محمد خير السطوف من سراقي بناحية سراقي بقرية خان السبل. كنت ساكن في حيرم بسنيا مشروع البطل اللي انهدم كلياته وبعده اللي صفيناه هون. كنت بيرك أنا وزوجتي وأولادي صغيرين 2، كان عندي بنات 2 مجوزات مع أولادهن كمان كانوا عندي، وكان بالصدفة نسيبة كان عندي كمان. إيه راحوا الكل وظليت أنا 9. كنا سهرانين ما في شيء، ما نمنا ما فينا شيء الحمد لله مبسوطين. حسيت عم بتفيقني الحرمي الله يرحمها، فطلعت هيك وانه البيت عم يروح مثل اذا كانك ماسك شيء وعم بتغضه. حين تاني طلعت على البلكوني بدي اشوف اشو هالصوت، انا الصوت لسه عم دهشني اكثر من الهزي. طلعت على البلكوني وغبت عن الوعي، حسيت انه انقرفت فيي قرف بقى. هو وقع المبنى بالاخير، قالوا رجعت ثاني يوم طبعا كان المبنى واقع كله هذا الصف. قلت لهم ايش صار يا شباب؟ منه يحمل منا هونيك، قال زلزال. ايش عرفني انا زلزال؟ 9 شو بدك تحدد؟ 9 الله. الام واولادها واولاد اولادها، عدا عند ابن اخويا عندي كمان كان. دفنتهم في ادلب، اخذتهم هذا اللي دفنتهم. وهلا كل ما تذكرت اشو شيء الحمد لله ما اعتراض احكم. الحمد لله الله جعلني بالصابرين. صحيح هيك احيانا ما بحسن اصبر، بس بقى ما اعتراض حقهم رب العالمين، بس انسان لحم ودم. والله انا حاليا اهم شيء عندي في هالدنيا هلا اخلاقي مسكن ارتاح فيه من هالاجارات من هالشيء. ما حد بيجي بيقول لي لا غد غلي، ولا حد بيجي بده يقول لي يعطيني البيت لجوز. خلص بيرك في بيتك، اشو من اجاك بتاكل ما بتاكل مثل بعضها. السلام عليكم، كيفك يا حاجي؟ شو اخبارك؟ لك الله يبارك لي فيك. شوي 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 شوي، لا بدنا يعني. تفضلوا اهلا وسهلا، تفضلوا. لك الله يبارك فيك. تفضلوا يا شباب. البوس مشي هسه قاعد لي بالخيمه. تفضلوا. لك الله يزيد فضلك. بساعدك. نغير لك جو هيك نروح لنا مشوار. السلام يا اهلا وسهلا. طلعت من هالخيمه شوي. هذيك المره زارك من دوني صح؟ نعم، قلت له ما بيصير هيك. هذا زيارته على الفاضي. في كل البركه كل لك الله يبارك فيك. اهلا وسهلا، بيت السلام يا ليت فيكم. افضل مو افيض. يا عمي تفضل. انا للامانه يعني سمعت قصتك بشكل كامل، وطبعا احمد اصر انه انت تكون اول عائله نغير لها هذا الواقع اللي عايشه فيه. انا بعرف انه كل شيء انت يعني خسرته ما بتعوض، الا انه رب العالمين استخدمنا لعل وعسى انه نقدر نجبر بخاطرك، الله يحميكم ونخفف عنك اللي نقدر عليه. الحمد لله رب العالمين. وترى نحن اولادك، ميت اهلين وسهلين وعز يعني والله وعز. اي شيء بتطلبه الله من يسلمك، عيونك. بدي بس سلامتكم. الله يبارك فيك. تروح معنا مشوار؟ بنروح. تفضل. جاهز؟ جاهزين، ما عندي شيء. تفضل. تفضل. يا رب. لا خلاص. ايه هيك تمام. يا اهلا وسهلا بالعم، كيف حالك؟ يا سلام يا سلام. عزمناك على الطريق صح؟ لا شغلي عادي. الله يبارك فيك يا عم. اول شيء أتمنى لكم السكينة والراحة بين جدران هذا المنزل،
وأن تشهد الأيام فيه مرورا خفيفا على أرواحكم جابرة الآلام السابقة والخسارات. أين الفريق منها؟ الحمد لله رب العالمين يا رب، الحمد لله والشكر لك. تمام يا عم. لك والشكر لك يا رب. انت صبرت يا عم، ونحن من واجبنا يا رب تجعلني من الصابرين. نخدمك ان شاء الله. الله يسلمكم ويبارك فيكم ويحفظكم ويجزيكم كل خير. انت تعبتك يا عم. الله يبارك فيكم. الحمد لله يا رب العالمين. والله مبسوط، والله كأني رجعت على بيتي. الحمد لله رب العالمين. هذا المشروع عام مضاد للزلازل بإذن الله. إن شاء الله. يعني هاي المهندس ليك أنا جبته لهون للمهندس على كفالته. والله العظيم 35% زيادة تسليح. الله يسلمكم. كانوا مقاومين بس الله يسلمكم. كنت أصلا بشتري البيت بالدين وعليك 800 2800 دولار دين. بإذن الله يعني أنا بوعدك الناس بشوفوا هاي الحلقة إن شاء الله ومن زكاة أموالهم إنه ما بيخلص شهر رمضان إلا مسددين لك إياه بإذن الله. يا رب دخيلك. ما بيجي العيد إلا إن شاء الله بيكون مسدد. الله يسلمك يا رب. إن اتفقنا؟ شاء الله يا رب دخيلك. يعني اعتبروا إن شاء الله من رقبتك صار برقبتك. يعني فكرة إن رب العالمين بيستخدمنا لحتى نعوض من ضرر الزلزال بتخليني أصفن. ليش نحن يا الله؟ قديش رب العالمين بيحبنا، قديشنا محظوظين بهالاختصاص. يعني من بين ملايين البشر نحن اللي عم نجبر خاطر هالناس. بفكر دائما قديش لازم نشكر رب العالمين يوميا لحتى تدوم هالمكرم علينا.